السلام عليكم ورحمة الله. لقد وقفت الصحابيات الجليلات جنبا إلى جنب مع الصحابة الكرام في بناء صرح الإسلام العظيم، فكن خير بناءات في خير جيل عرفه التاريخ الإنساني، فنلن بذلك منزلة رفيعة في الدنيا والآخرة. وقد سطرت كل واحدة منهن صفحات من صفحات العزة والكرامة والتضحية والإباء في سبيل خدمة دينهن وإرضاء ربهن، فكن سروجا منيرة تقتفي أثرهن كل اللواتي يسعين للفوز بالدارين. واليوم نريد أن نقتفي أثرا صحابية جليلة تربت في مدرسة النبوة وعلى مائدة القرآن، ألا وهي الصحابية الجليلة أسماء بنت عمرو بن عدي الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. اسمها ونسبها وكنيتها هي الصحابية الجليلة أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن سواد بن غنم بن كعب الأنصارية، إحدى نساء بني سلمة. أسلمت حين تنفس صبح الإسلام في المدينة المنورة قبل بيعة العقبة الثانية، وجاءت مع وفد البيعة، وكانت من أتم القوم عقلا وأرجحهم رأيا، وهي ثاني نساء العقبة مع الصحابية الجليلة أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية، والتي سبق أن تكلمت عنها في فيديو سابق. ولم يشهد هذه البيعة من النساء غيرهما، وكانت هذه البيعة ب3 أشهر قبل الهجرة إلى المدينة، وقد شهدها 73 رجلا إلى جانب أم عمارة وأسماء بنت عمرو. أمها أي أم أسماء بنت عمرو هي أروى بنت مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد من بني سلمة. وتعرف السيدة أسماء بأم منيع، ويقال أم شباث. تزوجها أبو شبات خديج بن سلامة بن أوس بن عمرو بن كعب بن القراقر بن الضحيان حليف بني حرام، فولدت شباتا ليلة العقبة، وشهدت العقبة مع زوجها خديج، وهي ابنة عمة معاذ بن جبل رضي الله عنه. مشاهد من تضحيتها: تعد السيدة أسماء رضي الله عنها مثالا تحتذي به النساء المسلمات اللواتي يبذلن الغالي والنفيس في سبيل إرضاء الله تعالى. فانظر إلى حالها في بيعة العقبة الثانية، وهي حامل في شهرها 9 مع ما تلاقيه المرأة الحامل من تعب ومشقة في شهرها 9، فكيف بها وهي قادمة من المدينة المنورة قاصدة مكة المكرمة التي يحكم المشركون قبضتهم عليها، ويذيقون المسلمين فيها شتى أنواع العذاب لصدهم عن دينهم وردهم إلى عبادة الأصنام، إضافة إلى مشقة السفر في جو صحراوي حار جدا ووسائل النقل متعبة جدا. لأنني كنت هناك في أرض الحرمين الشريفين، وكنت أقول مع نفسي كيف استطاع الصحابة والصحابيات العيش في مثل هذا الجو الحار دون تكييف وبدون أي وسائل للراحة. ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله. كنت دائما أقول مع نفسي هل هم أناس مثلنا أم أناس خارقون؟ هذا بين قوسين. ففي هذا الوقت العصيب عليها من كل ناحية تخرج السيدة أسماء مع زوجها خديج متحدية المشاق والمخاوف
وكل همها أن تلتقي برسول الله عليه الصلاة والسلام وتقدم الولاء والطاعة لله تعالى، فكان جزاؤها من جنس عملها، فقد خلد اسمها مع الخالدين في التاريخ إلى جانب أم عمارة رضي الله عنها، فكانتا من الذين نذروا أنفسهم وأموالهم لحماية رسول الله في بيعة العقبة الثانية ليبلغ دعوة ربه للناس كافة، بعد أن بذل قومه الغالي والنفيس للصد عنها، أي للصد عن الدعوة إلى الله وتبليغ دينه. فقد حازت أسماء على رتبة عقبية كما ذكرت كتب السير والتراجم، إشارة إلى حضورها بيعة العقبة الثانية، والتي شكلت نقطة تحول في طريق الدعوة إلى الله، لأنها مهدت للهجرة إلى المدينة المنورة. فقد كانت أسماء رضي الله عنها من بين الذين مهدوا للهجرة، فقد أذن الله لرسوله وللمسلمين بالهجرة بعد هذه البيعة المباركة. ولم تكتف السيدة أسماء بمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة الثانية فقط، وإنما شاركته في جهاده ضد أعدائه، فقد خرجت مع 20 من نساء المسلمين للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر في السنة 7 للهجرة، فكن يداوين الجرحى ويسقين المجاهدين ويشجعن المقاتلين، فعدن يحملن شرف النصر المبين على يهود خيبر. فحازت السيدة أسماء على رتبة أخرى، وهي رتبة مجاهدة، وأنعم بها من رتبة، فهي صحابية أنصارية عقبية مجاهدة، فأكرم بها من امرأة صالحة رضي الله عنها وأرضاها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.